السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غندير معكم واحد الكريب اللي هو حلو، غير بيضة وحده وكاس ديال الحليب. مقادير بسيطة جدا وبنكهة الحامض، غير جربوه ان شاء الله ما غتندموش عليه، راه كيجي زوين وغيصدق لكم في اول تجربة. ونبداو ببركة الله بالمقادير بطريقة التحضير. عندنا كندير واحد شوية ديال الملحة، وعندنا واحد البيضة كنطرب مزيان، ومن بعد كندير واحد 2 معالق كبار ديال السنيدة، وكنبقاو نطربو وكنزيدو عليهم واحد الكاس عامر ديال الحليب، زائد واحد القشور ديال الحامض، شي عاشقه هكا كبيره عامره، كاس ونص ديال الدقيق، وكنديروا واحد 2 معالق اللي هما كبار اما ديال الزيت اولا الزبده دايبه، وكنبقاو كنطربو مزيان. ومن بعد كندير واحد 2 معالق ديال الزبده دايبه اولا كنديروا 2 معالق ديال الزيت اللي كاين، وكنصبوا داك الخليط في المونينكس وكنطحنوه مزيان بحال شكل البغرير والمخنفر. ومن بعد كنديروه في شي بول وكنغطيو عليه وكنخليه يرتاح لمده ديال 15 دقيقه حتى 12 دقيقه، وكنسخنوا المقله ديالنا حتى كتسخن مزيان. ومن بعد كنصبوا فيها داك الخليط وكنحاولوا كنقادوه في المقله، وكنبقاو نقلبوه ملي كتحمر لنا ديك الواجهه التحتانيه كنقلبوا الواجهه الاخرى صافي، كنبقاو نجسو وكنحطوه بحال شكل الكعب ديال البغرير وديال المخنفر. راه المقادير ديالو بسيطه وحتى الطريقه ديالو ديال الطياب راه ساهله، غير تجربوه ان شاء الله ما غتندموش عليه، راه دغيا كيوجد معاكم. والكريب ديالنا ها هو وجد. واش ما بغيتو تذوقوا يمكن لكم ديروا الكونفيتير ولا ديروا الشوكولات اولا ديروا العسل، وبالصحه والراحه. غير جربوا ان شاء الله غادي يصدق معاكم.